الفوري لحكم العسكر وتشكيل كل ده رقم واحد. الانهاء الفوري لحكم العسكر. بس انتوا معايا عشان لو حد عمل تصريح صحفي يبقى عارف هو بيتكلم عن ايه ومحدش يدخل في حاجه ثانيه. اي حد هيقول حاجه غير كده يبقى ده مش مطالب الناس، مش اجماع الناس. تمام؟ وما اظنش الثلاث مطالب اللي احنا كاتبينهم دلوقتي بنقولهم دول حد مختلف في مصر كلها عارفها. صح؟ الحجه الوحيده للناس العاديه حزب الكنبه ان هم بيقولوا لا انتوا مش عارف ايه بتوقفوا حال بلد ان هي الانتخابات. لا، احنا بنطالب ونحاول نلتزم ان الانتخابات تتم في موعدها ان شاء الله يوم 30 يونيو باذن الله. تنتهي 30 يونيو باذن الله ان كان في اعاده. اما المطلب نصه زي ما كتبناه بالظبط تماما مع بعض. الانهاء الفوري لحكم العسكر وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في 30 يونيو. يبقى الحكومة الائتلافية هدفها الإشراف على الانتخابات وتغيير البلاد للفترة القصيرة دي. رقم 2. نعم؟ مجلس الشعب لا مجلس الشعب في سيناريوهات كاملة ان شاء الله مفيش اي اشكال. احنا بنتكلم دلوقتي احنا مش عايزين نطلق الدب قبل ايه؟ قبل صيف. تمام؟ رقم 2 الناس مركزة. رقم 2 تعديل المادة 28 مش الغاء. احنا اتفقنا تعديل لان المادة تم الاستفتاء عليها والناس كلها قالت عليها نعم من ضمن المواد، فبالتالي لا نطلب بإلغاء، نطلب بتعديلها فقط. تمام؟ نعم؟ يبقى تعديل، ما هم 3 مطالب بقولهم تاني اهو ركز معايا بقى. تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من قضاة جدد معروفين بالنزاهة والاستقلال وعدم التبعية للنظام السابق بعكس اللجنة الموجودة. 3 واخيرا القصاص العادل لكل دماء الشهداء من 25 يناير حتى الان. في حاجة مهمة عايزين نأكد عليها ونوضح عليها يا جماعة. جالنا اخبار امبارح مش مؤكدة عشان بس ما حدش يقول انتوا قلتوا فيه او ما قلتوش. احنا بنقول وننبه عشان الناس تبقى واخده حذرها. يا جماعة جالنا اخبار ان في ناس هتنزل الميدان، ناس لابسه تيشيرتات 6 ابريل، ناس ملتحيه، ناس عاديه هتبقى مندسه في وسطنا. ممكن حد يدخل مع سلاح، ممكن حد يدخل يعمل شغب. بعد اذنكم اي حد يشك في حد بادب شديد جدا ويشك بعد يتيقن تماما بقى اللي هو حابب يقول له ايه انا مدسوس، مش اي حد يشك في اي حد، يتتبعه وبادب شديد جدا جدا مع اي واحد صاحبه ويساله على البطاقه بتاعته يعرف هو مين. ايوه لا الطلبات دي المفروض ان احنا نحفظها.